صباح الخيرات على كل متابعيني الكرام. النهاردة هنتكلم عن سؤال يمكن ساعات بنسأله لما نكون في علاقة ونخرج من العلاقة دي مجروحين أو عندنا مشاكل، اللي هو ليه خلتني أحبك؟ طب السؤال ده حقيقي؟ هل هو في حد ممكن يخلي حد يحبه؟ ولا الموضوع ماشي ازاي؟ طب تعالوا كده نبص في العمق. ايه اللي بيحصل لو انا دلوقتي زي اغلب الناس اللي حبت في ثانوي، زي ما انا حبيت في ثانوي وانتم حبيتوا وانتم صغيرين، قاعد من بعيد في كورس او في معهد وبصيت جنبي لقيت بنت جميلة منمقة في نفسها، الميك اب بتاعها رقيق، شكلها ملفت وعجبني وحسيت ناحيتها بمشاعر، حسيت ناحيتها بانجذاب. هل اقدر اقول كده ان ده حب؟ ونفترض ان العلاقة آه كملت وتعرفت عليها زي ما يحصل، يعني غالبا بالشكل ده. الحب بالشكل ده منتشر في مصر، تمام؟ ده اللي انا اعرفه، معرفش الدول العربية ايه اخبارها يعني، ويا ريت اللي يسمع الموضوع ده يقول لي الحب في بلده بيمشي ازاي، يعني ايه المعتاد، خاصة في دول الخليج. ايه المعتاد؟ يعني انا اعرف ان السعودية مفيهاش اختلاط قوي، بس دول الخليج الباقية زي دبي مثلا، الامارات، فيها اختلاط عادي. فانت لو عندك فكرة الحب في بلدك بيمشي ازاي قولي. بس ده في سن المراهقة يعني بيحصل فعلا بالشكل ده، وغالبا العلاقات دي في الأول ما بتكملش. طب ده حب؟ طب تعالوا نفهم في العمق، هل الحب أنواع ولا لأ؟ الحب أنواع. طب ايه أنواع الحب؟ في حب جسدي. حب جسدي على فكرة بيبقى حب، وده نوع مهم من الحب. مش معنى ان هو خاص بالجسد يبقى نهمله، لا لا لا، لأن في ناس برضو بتهمل نوع الحب الجسدي ده وبتعيش الحب الفكري. بس انواع الحب ده الاول ببساطه كده: في حب عقلي طبعا ليا والتفكير والشخصيه، في حب عاطفي، في حب جسدي، تمام، وفي كمان حب روحي. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا فاهمين. الحب الروحي اللي انا متفق مع رؤيه الشخص ده الروحيه عن الله، عن الوجود، عن الحياه، تمام، وقايم بنفهم يعني بنفهم الموضوع بعمق، خلفية عقيدة الإنسان. مش هو مسلم ولا لأ، لأ، ده هو شايف ربنا ازاي، شايف الكون بيتفاعل معاه ازاي، تمام. نخش ان هو ايه الأفكار اللي هو بيتبعها، ردود أفعاله، شخصيته من الآخر. في الحب العاطفي، ازاي هو ودود قد ايه، طيب هو عنده سلام قد ايه، شارك عواطفي معاه. في الحب الجسدي، شكل جسمه عامل ازاي، اهتمامه بنفسه. على فكرة الكاريزما حاجة جسدية. اه يبقى اما اسأل نفسي بعد كده، لما اكون لما اسأل نفسي بعد كده ويكون انا بحب بالظبط، انا بحب جسمه حقيقي، ولا بحب مشاعره وبحب ان انا احس الحب معاه، ولا بحب افكاره، ولا بحب رؤيته عن الله، ولا بحب كله؟ انا حابب اقول لك حاجه لاي حد بيسمعني: معرفتك وتفصيلتك للحب ده، ان في دلوقتي معانا مصطفى هو التعلق غالبا بيحصل يا مصطفى بسبب اللي انت مش مركز اللي انت بتحب انهي نوع، تمام، وبيحصل لأسباب تانية كتير منها الاحتياج نفسه للحب، تمام. بس لما تقف شكله بحب العواطف اللي بحسها معاه او شخصيته، يبقى انا كده بحب نص حب. الحب ما يبقاش حب كامل الا ما يكتمل فيه الاركان دي، تمام. اللي انا فاكر ان هو حب، لان الناس فاكره مثلا الحب الاعتيادي برضو اللي انا بحب حد معناه اللي انا قايم نايم اهم حاجه عندي رضاه. ده مش حب، ده مش حب، ده تعلق. في فرق بين الحب وبين التعلق. تعرف حد صحي ولا لا؟ الحب الصحي لما يكون انت تقدر البني ادم ده يخرج من حياتك وانت تكون متوازن، انت برضو تكون متوازن. يعني مثلا لو هو زعلان قوي انت تبقى عادي، يبقى في توازن. العميق، عميق، لازم في الاول انا اعرف ازاي احب ذاتي واتعامل مع ذاتي، وده انا بناقشه في جلسات الاصلاح الذاتي. ازاي اتسامح مع نفسي، مع جسدي، مع طفولتي، ازاي انا اقدر استمد الود من ربنا توازن، ما يبقاش اي حاجه ياثر عليا.
تمام. وازاي انا اعرف كمان ايه نوع الحب اللي انا عايش فيه، وهل هكمل ولا لا؟ يا جماعه بصوا، ما اقول لكم حاجه كده بمنتهى اليسر والبساطه. الناس فاكره، في ناس يعني متطرفه فاكره انه صعب جدا ان انا اقع في الحب، فاكره انه سهل جدا ان انا اقع في الحب، وهو حاجه وسط زيه زي اي حاجه. يعني هو سهل ومش سهل. ازاي؟ اللي انا احس، تمام، خلينا ده الواقع والحقيقه، اللي انا احس انجذاب جسدي ده حاجه سهله جدا للولد او للبنت، الافكار اللي انت متبنيها. اللي انا احس انجذاب عاطفي ده اصعب سنه. اللي انا احس انجذاب وقت، لان عشان احس انجذاب فكري، احس ان انا متفق فكريا، اقصد بالانجذاب الفكري ان انا متفق فكريا وحاسس ان شخصيتي متماشيه مع شخصيه اللي قدامي، بيحتاجني وقت. وانت ومهارتك في ناس تاخد 6 شهور عشان تعرف افكار الشخص ده كلها وتقدر تحصل بقى توافق روحي. تمام، ده برضو بياخد وقت. فده غالبا النوعين دول ما بيحصلوش الا لما تعرف الشخص كويس، تتكلم معاه كويس، تقعد معاه فتره. فاللي انت تقول انا شفت حد حبيت، اكيد ما بتقصدش، اكيد هنا بتقصد الحب العاطفي، فبعيد خالص عن الحب العقلي. ولاحظ اللي انت لما بتقع في مشاكل مع اي حد، ما بتقعش في مشاكل مع افكاره، لان الافكار هي اللي بتمشي العالم. فانا في جلسات زوج النفس وتجلي شريك الحياة بنتكلم في الموضوع ده، لان المشكله الاساسيه مش اللي انت تخلي عريس يتجلى لك او زوجه تتجلى لك او اللي انت تلاقي حد تتجوزه. المشكله الحقيقيه واعرف هل ده الشخص اللي انا حابه. فالموضوع محتاج معرفه، محتاج مهاره، محتاج تبقى فاهم اكتر. تمام. فبعد كده لو اي حد من اللي بيسمعني مش مرتبط، حس بانجذاب او اعجاب، لازم يسأل نفسه ده انهي نوع من الانواع دي بالظبط. مهمة أن افهم انا فين. الاربع انواع مش موجودين مع بعض ولو حتى بنسب متفاوتة، يبقى ده مش حب حقيقي. فخلي بالك على قلبك، قلبك حاجة مهمة، ما تخليهوش يكسر بقلة